السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي الكتف. المهم ماشي عرضه غير ديال اللي غادي ندير لولادي ان شاء الله، يعني كتف واحد صغير كما كتشوفوا. غادي ندوز معكم المقادير بطريقتي اللي هي سهله. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الخرقوم اللي هي الكركم، معلقه صغيره ديال السكنجبير، راس المعلقه ديال الابزار، راس المعلقه ديال التحميره. غادي نديرو واحد المعلقه صغيره ديال القزبر يابس. غادي نديرو واحد الزعفران، يعني انا درت الضامه، نتوما عندكم زعفران شعره ديروه مخلط مع شويه الماء. معلقه ديال العسل اللي هي ضروريه في هذه الوصفه، زيدوها غادي تعطيكم واحد النسمه زوينه. ومعلقه صغيره ديال السمن. هاد المقادير البنات غادي نخلطوهم بواحد شويه ديال الماء. غادي نضيف واحد شويه ديال الملح راه ما نسيتها ولكن راه ضفتها في الاخر. معلقه صغيره ديال الملح. نخلطوا هاد المقادير كاملين بشويه ديال الماء وندهنوا بهم الكتف ديالنا. الكتف رانا ما درتش ليه ما فلحتو ما والو لانه صغير، ما تحتاجوش انكم تفلحوه، راهو كيطيب مزيان بالطريقه اللي غادي نوريكم ان شاء الله. بالنسبه للبنات راه نسيت الثومه، ديروا 3 دروس ولا 4 ديال الثومه، ضيفوهم للخليط ومن بعد دهنوا الكتف ديالنا كما قلت لكم من كاع الجوانب مزيان. من بعد البنات راه كنخليو الكتف ديالنا حتى 3 ساعات ولا 4 ولا يبات في هاد المقادير. من بعد كناخذ هكذا طنجره، انا ما عنديش طنجره صغيره، يعني درت هاد طنجره كبيره واخا الكتف صغير. كناخذ طنجره كندير فيها الكتف ديالنا وداك الشيء اللي بقى لنا من المرق ديال التوابل. كنضيف الماء سخون غليان، يعني ما كنضيفش ماء بارد باش تستغلوا الفرصه باش يطيب لنا دغيا. كندير واحد وريقات ديال ورق سيدنا موسى ولا عود ديال القرفه. من بعد كناخذوا هكذا هاد السلوفان هذا كنغلفوا به الطنجره ديالنا باش دغيا يطيب لنا اللحم ديالنا. كنصافيو كنديروه فوق النار، البنات. وناخذوا شي حاجه نتقلوا بها الطنجره ديالنا باش هكذا يطيب لينا. غنخليوه واحد 20 دقيقه ومن بعد غادي نضيفوا واحد نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت العود وزيت الزيتون والزيت العاديه. من بعد ما كناخذوا البنات كنضيفوا ديك الزيت كنرجعوا الطنجره ديالنا تكمل الطياب ديالها. من بعد ما كنخليوه يطيب نيت كنرخيو عليه الوقت حتى كيطيب. غادي ناخذوا كما انا دائما لا في الدجاج لا في اللحم تندير هذه الطريقه هذه. كناخذ الطبسيل هو باش كنهز. خديت درت هذا الكتف ديالنا في اللاطا، خديت تناخذ ديك الزيت اللي عندنا في الطنجره هو باش كندهن، يعني بلا ما نديروا الزبده ولا نديروا شي حاجه. من الاحسن نديروا ديك الزيت كتعطيه واحد النكهه ما نعاودش لكم البنات واعره. كناخذ ديك الزيت وندهن بها الكتف ديالنا وفي الاخر كندخلوا الفران كيكون مشعول من الفوق ومن التحت باش كيتحمر لينا وما يقصحش لنا البنات. بالنسبه للبنات ملي كيطيب لنا الكتف ديالنا الخضره راه درتها بخرتها درتها في الكوكوط، ما ديروا معها الماء نهائيا ما ديروش. كناخذ الخضره كنقطعها هكذا رقيق، كنبخرها كندير لها توابل ثومه ربيع بزار شويه ديال السكنجبير الملح كنديرها تبخر. هانتوما كما كتشوفوا الخضره جات واعره، الكتف حتى هو طايب زبده. تزيين على حساب نتوما واللي متوفر عندكم. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم البنات انا هذا درتو لوليداتي، يعني ماشي عرضه، اللي موجود عندي في الدار. هذاك المرق ديال الكتف كيجي واعر، حيدت له الزيت ودرتو حتى هو كتزيين مع شويه ديال الزيتون. وانتم واللي متوفر عندكم اهم حاجه هو الطريقه ديروها وتفكروني ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. بسلام عليكم البنات، حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله.